السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. النهارده الجمعه، تعالوا نشوف الروتين بتاع الفطار هيكون ازاي النهارده، او هيكون عباره عن ايه. عباره عن شويه فطاير كده او باتيه بالزبادي والبيكنج باودر، بدون تخمير، بدون انتظار لان العجينه تخمر. ما خدتش مني وقت تماما، عجنتها وشكلتها وسويتها تقريبا ما خدتش ساعه. ما شاء الله. جنب شويه شاي بلبن كده، تحفه ولذيذه بجد بجد، كان طعمها خطير. الزياده شلته في الفريزر طبعا، ووقت ما نحب نطلعه نسخنه في الميكروويف او في الفرن، او نسيبه على الرخامه يفك لوحده وبعد كده ناكله. جربوها وان شاء الله مش هتاخد منكم وقت خالص. ممكن لو جعانين بالليل برضو نعملها في الفطار الصبح كده يوم الاجازه. حاجه لذيذه وتحفه ونظيفه ومش مكلفه. يلا بينا نبدا. عندي هنا كوبايه زبادي، يعني جبت الزبادي وعيرتها في الكوبايه، في نفس الكوبايه حطيت نص كوبايه من الزيت، وبضايه واحده، ورشه من الملح. تمام. واقلب الخليط ده كله. بعد كده هنزل بالدقيق بتاعي. انا استخدمت 4 كوبايات، يعني المقدار هو 4 كوبايات، بس حطيتهم بالتدريج. حطيت كوبايه في كوبايه في نص، وابتديت ازود نص كوبايه ونص كوبايه لحد ما وصلت ل4 كوبايات الا ربع. هنا حطيت كوبايتين ونص تقريبا، صح. وعليهم معلقه من البيكنج باودر، ومعلقه سكر، ورشه معلقه سكر، صح، ومعلقه بيكنج باودر. حسيت ان العجينه محتاجه دقيق، حطيت لها نص كوبايه كمان. ابتديت بقى استخدم ايدي في العجن كده. عجينه طريه ولينه ومخدتش وقت، ولا مش هلكت ولا ناجم ايه فيها. ده نص كوبايه تاني، ده تقريبا كده 3 كوبايات ونص، وده اخر ربع. يبقى انا استخدمت 4 كوبايات الا ربع. زي ما قلت لكم، من 4 كوبايات ل4 كوبايات ونص، او 4 كوبايات الا ربع، او 3 كوبايات ونص تقريبا، كل واحد حسب الدقيق اللي ايه اللي بنستخدمه. عجنتها كويس ومش هسيبها ترتاح، انا طبعا مولعه الفرن. ابتدي بقى اشكلها. خدت منها كور صغيره كده وفردتها على ايدي. حطيت قطعه من الجبنه، وبعد كده قفلتها. والقفله دي تنيتها كده كده تحت ايدي، وبعد كده رصيتها في الايه في الصاج. التصوير هيوضح اكتر. يعني شايفين بفردها ازاي. بحط حته جبنه واقفلها، والطرف المدبب ده بتنيه كده زي ما انتم شايفين، وارصها في الصاج على على الناحيه دي. خلص كل الكميه وارجع لكم. خلصت الكميه. انا حطيت ورقه زبده، عايزين تحطوا ورقه زبده، عايزين تعملوا على الصاج على طول مباشره. عندي صفار بيض ده كان في الفريزر، فكيته وحطيت عليه معلقه زبادي او شويه لبن. ابتديت ادهن بيه وحدات الباتيه او الميني باتيه، وحط سمسم او حبه البركه اللي موجود واللي بتحبوه. هدخلها الفرن. تقريبا ما خدتش نص ساعه، الفرن حامي. شغلت عليها الشوايه عشان تاخد اللون الجميل ده. ما خدتش وقت تماما. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وسهله جدا، وجمعه مباركه علينا وعليكم. واشوفكم الجمعه الجايه في فطار جديد او روتين جديد للفطار. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه اذا عجبتكم الوصفه. باي باي.